يا مساء الخير والبركة على كل متابعيني. تعالوا النهاردة نعمل صوص الشوكولاتة الجديد الترند اللي قالب الدنيا. ده صوص بيتعمل بالبسكوت، يعني شوكولاتة مع بسكوت، ولما بيختلطوا مع بعض كده بيطلع لنا كمية كبيرة. المهم ان ازاي نطلع الصوص بالقوام الحلو ده وبطعم حلو، والكميات اللي نقدر نحطها علشان تديني القوام المظبوط ده. يلا بينا نبدأ. وفي الاول كده بسم الله، بحتاج 50 جرام زبدة، وبحتاج كمان 200 جرام من البسكوت، فممكن نستخدم البسكوت السليم او البسكوت المجروش. انا عندي كمية من البسكوت المجروش. هوزن قدامكم على الميزان، كل كوباية بتاخد 100 جرام، فكده انا هوزن معايا 200 جرام، يعني كوبايتين. لكن واحنا بنحضر الصوص ده هنشوف بالظبط هل البسكوت المجروش بيفرق عن السليم ولا لا، وهل كل انواع البسكوت زي بعض ولا لا، لان كل الحاجات دي طبعا بتفرق في تحضير الصوص نفسه. الكوبايه الواحده وزنها 100 جرام، طبعا ده وزن البسكوت بس، ومعايا كمان 200 جرام من الشوكولاته الخام. محتاج كمان لكوبايتين حليب، ووزن الكوبايتين دول تقريبا 500 جرام. يعني لو عندك نص كيلو لبن تقدري تعملي الصوص ده، وممكن اقل كمان. يعني لو الكوبايتين دول مقدارهم 400 جرام نقدر نعمل صوص الشوكولاته اللي مكسر الدنيا ده. المهم هنحط اللبن في حاجه غويطه وننزل معاه بالشوكولاته. الشوكولاته عندي قطعه واحده انا وزنتها على الميزان، لكن يفضل ان احنا نكسرها. فتعالوا بقى ندغدغها كده ونكسرها حتت، لان الكتله الكبيره دي هتاخد وقت على النار مع اللبن علشان تسيح وتدوب في اللبن، فممكن كمية اللبن تتبخر شوية مع الحرارة. فعلشان نضمن ان الشوكولاتة تفك بسرعة وتسيح بسرعة، هنحاول ان احنا ندغدغها حتت صغيرة. وممكن نحط الزبدة معاهم كمان ونرفع المكونات على النار. النار عندي هادية شوية، يعني ممكن متوسطة او اقل من المتوسطة. ونبتدي نقلب الشوكولاتة مع اللبن مع الزبدة لحد ما الشوكولاتة تدوب تماما. اول الشوكولاتة ما تسيح هي والزبدة بالشكل ده، كده مش فاضل غير ان احنا نحط اخر حاجة البسكوت. والبسكوت اللي عندي مجروش زي ما اتفقنا، فانا هنزل باول كوبايه اللي هي 100 جرام وهقلب. وهنشوف دلوقتي ان كميه البسكوت اللي هي 100 جرام قليله قوي مع كميه اللبن، يعني على ما البسكوت يطرى كده وينفش شويه فهنحس ان هو قليل كميه اللبن اكتر شويه، فهنزل بالكوبايه التانية. لكن لما انا هنزل بالكوبايه التانية النار هتفضل شغاله برضو، بس هنشغلها حوالي دقيقة او دقيقتين. نقلب البسكوت مع الحليب والشوكولاتة كويس قوي لحد ما نلاقي ان البسكوت طري خالص كده وما بقاش مقرمش. بعد كده هنرفع الخليط من على النار وهنسيبه لحد ما يهدى شوية من الحرارة. وبعد كده نخلطه في الخلاط او في الكبة علشان يبقى ناعم. يعني ما ينفعش ان احنا نستخدمه كده وهو سخن بيغلي، لكن لو عندك هاند بلندر تقدري تستخدميه وتفرمي المكونات كلها وتنعميها وهي سخنه. هنا انا معايا مكسب طعم البندق، وده انا هحط منه نقطتين تلاتة بعد ما رفعت الخليط من على النار. هنزل بنقطتين تلاتة مش اكتر من كده علشان صوص الشوكولاته ما يبقاش فيه مراره. المكسبات دي بتدي مراره لو الكميه بتاعتها زادت عن اللازم، فحطي الاول كميه بسيطه وشوفي الخليط او الحلويات اللي انت بتعمليها طعمها مظبوط ولا لا. هنا نبتدي بقى نفرم علشان الصوص يتكون عندنا ويكون ناعم وبالسماكه اللي احنا عايزينها. وهنا النوع البسكوت هو اللي بيتحكم في قوام الصوص. يعني لو انت استخدمتي بسكوت سليم هو هياخد وقت شوية على ما يبوش مع اللبن او يطرى مع اللبن، لكن البسكوت المجروش هو بيطرى بسرعة بيدوب بسرعة في اللبن. دي اول حاجة. تاني حاجة كمية البسكوت مش هي دي اللي بتتقل الصوص، لكن نوع البسكوت. يعني في بسكوت بيكون خفيف قوي مجرد ما يشرب السوائل مش هيديك قوام تقيل قوي، لكن نوع تاني ممكن يتقل ويبقى محتاج سوائل زيادة. فاعرفي نوع البسكوت الاول انت بتستخدميه، وتقدري ان انت تحطي يعني مثلا كوبايه ونص من البسكوت الاول، وتشوفي الصوص بعد ما يشرب، يعني البسكوت بعد ما يشرب السوائل الصوص عندك مظبوط ولا محتاج يزيد. ولو حطيتي الكوبايتين على طول وحسيتي انه تقل معاكي زي ما كان تقيل معايا كده، تقدري تزودي نص كوبايه لبن وافرمي المكونات كلها في الخلاط او بالهاند بلندر هيديكي قوام مظبوط. يعني بعد ما تحطي المكونات كلها مع بعض تقدري تزودي شوية من اللبن علشان تظبطي القوام.
وفي حاجة مهمة جدا، نوع البسكوت نفسه مش بس انه يبقى تقيل او خفيف هو اللي بيتحكم في طعم الصوص ده. لا، انت ممكن تجيبي بسكوت بالفانيليا او بسكوت بالكاكاو او بسكوت بطعم اللوتس او بطعم جوز الهند، فطعم صوص الشوكولاتة هيطلع من طعم البسكوت. فعلى حسب ما انت عايزة طعمه يطلع ازاي، اشتري نوع بسكوت يكون ممتاز. علشان البسكوت بالذات لو طعمه مش حلو الصوص كله كده هيطلع طعمه مش حلو. لكن جربوا التفاصيل اللي انا قلتها لكم واستخدموا الصوص ده على كل الحلويات، ان شاء الله يطلع من ايديكم ممتاز. والسلام عليكم.